هاعمل معاكم بطاطس على الطريقة المكسيكية هتعجبكم جدًا. أول حاجة هنجيب البطاطساية حجم وسط، هنقسمها على 2 وكل نُص هاقسمها مكعبات على حسب حجم البطاطساية، وفي حلة على النار بعد ما اغسلها كويس، هانزل بيها بقى مع فصين كبار من التوم ومعلقة كبيرة من الزعتر ومعلقة كبيرة من الملح، هتتسلق كويس بعد 10 دقايق بالضبط هتكون استوت، هارفعها من على النار واصفيها كويس زي ما أنتم شايفين كده. هنعمل لها بقى تتبيلة جميلة أوي في طاسة على النار، هانزل بمعلقتين كبار من الزيت مع بصلاية كبيرة مبشورة ناعم لحد أمّا تصفر كده، هانزل بفصين من التوم ومعلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من الكمون والشطة الحراقة. هنقلبهم كويس مع بعض وبعدين معايا بقى معلقة كبيرة من الكزبرة الخضرا أو الكرفس بتدي طعم جميل جدا في الآخر كده، هنزل عليهم بالكزبرة وهفردهم في صينية وادخلهم الفرن يتحمروا تاني وينشفوا مع بعض، بتبقى طعمها خطير. ونزود شطة بقى أو زي ما نحب وهنزينها كده بشوية كزبرة خضرا